وهو الجو ده بقى محتاج إيه غير شوية شعرية باللبن حلوين كده وسخنين يدفونا في الجو اللي انتوا شايفينه ده بجد، وتدي لولادنا باور كده وقت المذاكرة، لأن كلها حاجات مفيدة كده وطعمها في منتهى الجمال، ريحة وطعم وشكل وقوام وشوية تريكات وحركات بسيطة كده هتنقلها في حتة تانية خالص. بصوا بقى المعلقة بتنزل وتطلع بخيرات ربنا، شايفين الجمال والطعامة؟ يا ترى بقى الشعرية باللبن دي فيها إيه ومعمولة إزاي؟ عايزاكم تعملوا لي لايك وشير كتير للفيديو ده عشان نعرف الطريقة والمقادير. قبل ما نبتدي الفيديو سموا الله كده وصلوا على الرسول ويلا بينا. بسم الله. أول حاجة كده معايا معلقة كبيرة من الزبدة، بانزل بيها كده تسيح، أنزل بنُص كوباية من التمر الطري بتاع رمضان وأكون مقطعاه قطع صغيرة، ربع كوباية من السوداني أو المكسرات، ربع كوباية من جوز الهند، ربع كوباية من الزبيب. تمام كده؟ أي حاجة من دي مش موجودة عندِك شيليها، كل ده اختياري. أنا عايزة أديهم تشويحة كده وأشم ريحتهم كده، وكمان تحميصة كده ويبقى لونهم زي ما أنتم شايفين جميل كده. تمام، بانقلهم كده في بولة، وبعد كده باجيب بقى معلقة من الزبدة، شايفين شكلهم عامل إزاي؟ خطير بجد. باجيب معلقة من الزبدة في نفس الطاسة أو الوok اللي أنا عاملة فيها، وباجيب كوباية من الشعرية. تمام، وأبدأ بقى أحمّر الشعرية بتاعتي عادي جدًا. للبنات الصغننين المبتدئين إحنا بنهدّي النار عشان تطلع كلّها لون واحد بإيدينا، ما تسيبش التقليب لحد ما تاخد كلّها لون دهبي حلو. تمام كده؟ لكن الكبار الحلوين فاهمين وعارفين كل حاجة إحنا بنتعلّم منّكم. تمام، بعد ما خدت معايا لون دهبي حلو كده، بانزل بمَيّة مغلية تغطّيها. قد إيه يا سهير؟ قد حوالي 3 كوبايات كبار كده. وباسيبها لحد ما تشربهم كلّهم وما يبقاش فيها أي حاجة. بانزل عليها بلتر حليب كده اللي هو اللبن عندنا في مصر يكون ساقع، وأنزل بنُص كوباية من السكر، وهانزل بباكو من الكريم كراميل. ده بقى هينقلها في حتة تانية خالص وهيخلّي طعمها في منتهى الجمال ومش هيكلكع ولا حاجة، لإن إحنا حطينا الحليب ساقع. وطبعًا أنا حطيت الحليب زي ما أنتم شايفين بقشطاته بحركاته بكلّه. لو أنتِ ما عندكيش الحليب ما فيهوش قشطة، يبقى هتحطي معلقتين كبار كده من القشطة. إيدينا ما تسيبش التقليب لحد ما يتقل معايا بالشكل ده. باضيف كده 3/4 شوية المكسرات اللي حمصناهم، وباخلّي ربع للتزيين. بعد كده آخر حاجة باضيفها هي شوية من الفانيليا، وبرضه هتنقلها في حتة تانية خالص، ما تستخسروش حبّة الفانيليا دول. وخلاص كده يا دوب بس تغلي معايا بالشكل ده، وهانزّلها من على النار، وابتدي أحطها بقى في البولات، في الأطباق، في الكاسات، في الكوبايات، زي ما أنتِ عايزة. بُصّوا بقى إحنا بنحب ناكلها سخنة. لو أنتم بتحبوا تاكلوها دافية أو بتحبوا تاكلوها من التلاجة هتلاقوها اتماسكت معاكم تمامًا. يعني أنا عامةً مش بادخّلها التلاجة، باسيبها برّه وبناكلها من برّه كده، يعني لو بردت هي بتتقل وتتخن لوحدها. تمام، لكن هي بُصّوا كده واخدة سُمك كده بسيط، اللي هي تقدري تاكلي حاجة بتدفّيكِ كده وتخلّي يعني عندِك power كده وطاقة زي ما أنتم شايفين زيّنت الشكل بباقي المكسرات اللي كنت سايباها، وده شكلها. بجد يعني مش عارفة، مش لاقية حاجة أقولها، أنتم لازم تجرّبوها بنَفْسكم عشان تشوفوا قد إيه هي حلوة وقد إيه هي طعمها في منتهى الجمال. طبق حلو أوي شهي كده لولادنا وقت المذاكرة وهُم قاعدين بيذاكروا، ادّيهم طبق كده هيدفّيهم ويخلّيهم بقى إيه، عندهم power كده للمذاكرة. والطعم مش قادرة أقول لكم خطيرة يا جماعة. أتمنى منكم إن أنتم تجرّبوها، وما تنسوش تعملوا لي like وshare للفيديو ده، وبألف هنا وشفا لكل اللي يجرّبها وبس كده.